موضوع فارق السن في العلاقات. أول حاجة بتيجي في بالنا كلنا هي إيه؟ الأرقام على طول. طب إيه الصح؟ 5 سنين، 10 ولا 15؟ يعني هو في رقم سحري كده المفروض نمشي عليه؟ الحقيقة السؤال ده بيحير ناس كتير قوي. وكأننا كده بنتعامل مع العلاقة على إنها مسألة حسابية وليها حل واحد صح. لو بس نعرف الرقم ده خلاص كل مشاكل هتتحل. بس العلاقات الإنسانية أعقد من كده بكتير، والتركيز على الأرقام بس بيخلينا منشوفش الأهم. وهنا بقى لازم نقف شوية، عشان النقطة اللي بتغير كل حاجة بتقول إن العلاقة في جوهرها أصلاً مش رقم. دي مرحلة، والفكرة دي دي لوحدها كفيلة تقلب المعادلة كلها وتخلينا نشوف الموضوع من زاوية تانية خالص. طيب، يعني إيه بقى مش سن لكن مرحلة؟ خلينا نفهم أكتر. الفكرة كلها إننا نغير تركيزنا من العمر الزمني للمرحلة النفسية والعاطفية اللي كل واحد فينا بيكون فيها في وقت معين. تعالوا نتخيل الموقف ده مع بعض. في اتنين في علاقة، بس كل واحد فيهم في حتة مختلفة تماماً في قصة حياته. الأولاني هنسميه المكتشف، لسه بيجرب، لسه بيرسم خريطة حياته، بيغلط ويتعلم، ولسه بيسأل نفسه السؤال الكبير: هو أنا عايز إيه من الدنيا؟ أما الطرف التاني فهو المستقر، خلاص المرحلة دي عدت بالنسبة له، ودلوقتي كل اللي بيدور عليه هو الهدوء والاستقرار. عايز شريك يكمل معاه المشوار، مش حد لسه بيبدأ يجرب ويستكشف. طب والنتيجة؟ النتيجة إن العلاقة بتتحول لسباق، سباق مرهق جدا. طرف بيجري بأقصى سرعة عشان يلحق يكتشف كل حاجة، وطرف تاني واقف مستني عند خط النهاية، مستني الأمان والاستقرار. الوضع ده بيستهلك الاتنين، وفي الآخر محدش فيهم بيوصل اللي هو عايزه بكام. طيب، هل معنى كده إن خلاص أي علاقة فيها فرق مراحل دي محكوم عليها بالفشل؟ لا، مش شرط. الحل كله بيتلخص في كلمة واحدة: النضج. كتير مننا بيربط النضج بالسن كأنهم حاجة واحدة، بس الحقيقة، ودي بقى النقطة المهمة قوي، إن النضج مش مجرد رقم في البطاقة. النضج هو حالة من الوعي. طب يعني إيه وعي في العلاقة؟ الوعي ده مش كلام كبير وخلاص، ده شوية تصرفات وقدرات بنشوفها. خلينا نشوف أهم علاماته. الوعي ده ليه 3 علامات أساسية. أول حاجة إن الواحد يسمع عشان يفهم، مش بس عشان يحضر رد. تاني حاجة إنه يحتوي الطرف التاني ويدعمه، مش يتحكم فيه. وتالت علامة، ودي ممكن تكون أهمهم، الشجاعة إن الواحد يمشي لما العلاقة تبقى مؤذية. وبما إننا بنتكلم في العلامات، في علامة تحذير كده زي النور الأحمر. لو ظهرت يبقى في مشكلة بجد، بغض النظر عن أي فريق سن. أكبر علامة تحذير هي إن الواحد يلاقي نفسه طول الوقت بيشرح، طول الوقت بيبرر، حاسس إنه شايل مسؤولية العلاقة لوحده. لو الإحساس ده هو اللي مسيطر، يبقى المشكلة أعمق بكتير من مجرد كام سنة فرق. طيب، عشان ما نقعش في الفخ ده، في شوية أسئلة مهمة قوي كل واحد فينا محتاج يسألها لنفسه بمنتهى الصدق، خصوصاً لو بيفكر في علاقة فيها فارق في السن أو المرحلة. أول سؤال، وده سؤال النية: هو أنا ليه في العلاقة دي أصلاً؟ هل هو حب للشخص ده نفسه، ولا يمكن بدور على أمان أنا مفتقده، ولا عشان أحس إني متشاف وليا قيمة؟ الإجابة الصريحة هنا بتكشف كل حاجة. السؤال التاني بقى عن النفس. هل أنا قادر أكون أنا على طبيعتي 100%؟ ولا حاسس إني طول الوقت لابس ماسك وبغير في نفسي عشان بس أبقى مناسب لعالم الطرف التاني؟ وآخر سؤال، وده عن توازن القوة. لما بنختلف بنعمل إيه؟ هل بنحل المشكلة بجد ونوصل لحل يريحنا إحنا الاتنين، ولا الموضوع بيخلص بسكوت مؤقت والمشكلة بتفضل تحت السطح؟ والأهم بقى، هل دايماً في طرف بيكسب وطرف بيخسر وبيتنازل؟ بص، لو الإجابات على الأسئلة دي كانت مريحة، لو حسيت بطمأنينة وصدق وإنت بتجاوب، يبقى دي علامة قوية جداً إن فارق السن ده مجرد رقم على الهامش، مش هو أصل المشكلة خالص. تمام. يبقى لو الأرقام مش هي المقياس، إيه هو بقى شكل العلاقة الصحية المتوازنة اللي كلنا بندور عليها؟ وهنا بتيجي الزتونة كلها. العلاقة الصحية مش اللي فارق السن فيها صح، لا، دي العلاقة اللي الإحساس جواها متوازن. كلمة السر هي التوازن مش الرقم. وفي تشبيه حلو قوي بيلخص الفكرة دي: الهدف مش إن العلاقة تكون هرم، حد فوق والتاني تحت. الهدف إنها تكون طريق بيمشي 2 جنب بعض، باصين في نفس الاتجاه، وكل واحد فيهم سند للتاني. وفي الآخر،
السؤال اللي لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه: علاقتنا دي سباق ولا رحلة؟ الإجابة على السؤال ده ممكن تغير كل حاجة.